أهلا بكم في حلقة جديدة ومميزة من قصص الأنبياء. اليوم قصتنا عن أبي الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. نشأ في قوم يعبدون الكواكب والأصنام، لكن إبراهيم بفطرته السليمة بحث عن الإله الحق. رأى كوكبا فقال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ورأى القمر ثم الشمس، فلما غابا أعلن براءته من شركهم وقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. ولم يكتف بذلك، بل حطم أصنامهم كلها إلا كبيرها، وقال لهم اسألوه إن كان ينطق. فبهتوا وعلموا أنهم على باطل. غضب قومه، وأمر الملك النمرود بإلقائه في نار عظيمة أشعلوها لأيام. لكن الله الذي بيده كل شيء قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فخرج منها سالما لم يمسه سوء. تعلمنا قصة إبراهيم عليه السلام قوة التوحيد وشجاعة الحق واليقين المطلق بأن من كان مع الله كان الله معه.